اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة يلا بسرعة نحط لايك للفيديو، وياريت كمان نكمل حلقة للآخر. قصتنا النهاردة قصة حقيقية وقصة كاملة من القصص اللي انتوا بتحبوها. أتمنى كمان ان القصة تعجبكم، وكمان أشوف آرائكم الحلوة في التعليقات. كريم وندى كانوا خارجين يتسحبوا من أوضتهم ورايحين ناحية باب الشقة. كانوا ماسكين في ايدهم شنط السفر ومستعجلين قوي علشان يهربوا. يلا بسرعة يا كريم، يلا التاكسي مستنينا بره، خلينا نمشي قبل مامك ما تصحى. اول ما فتحوا باب الشقة جت الست رضا والدة كريم. ايه ده؟ استنوا هنا، انتوا رايحين على فين بالشنط دي؟ برضه هتسافروا وتسيبوا الولد؟ مالكيش دعوة بينا يا حماتي، سيبينا بقى نمشي من هنا ونشوف طريقنا بعيد. حرام عليكي بقى ما تقفيش في طريقنا، عايزين نشوف مستقبلنا. حرام عليكي، انت يا بنتي جبت الجحود ده منين؟ ده ابنك لسه صغير، ده لسه بيرضع، هتسيبوه وتمشي؟ بقولك سيبينا نمشي من هنا، احنا اصلا زهقنا من البلد دي، مش عايزين الولد ده اصلا. يا ست خليه معاكي. كريم سمع كلام مراته واخدوا الشنط وهما الاتنين مشيوا من البيت. رضا دخلت الأوضة وخدت الولد في حضنها. معلش يا حبيبي، ما تزعلش، انا جدتك وهفضل جنبك، عمري ما هسيبك ابدا. ان شاء الله هوصل للدكتور عمرو اللي هيعمل لك العملية وهتبقى زي الفل. الولد فضل يبص لجدته وحس بالحنان ونام بين ايديها. في نفس الوقت في الفيلا بتاعت الدكتور عمرو كان قاعد ومركز في شغله. كان قاعد في المكتب وقدامه ورق كتير قوي. جت ميرا مراته ومعاها علبة قطيفة كبيرة وفيها عقد ألماس. شفت بقى يا عمرو، رأيك يا حبيبي في العقد ده؟ هيكون مناسب جدا للحفلة بتاعت بعد بكرة. ايه ده؟ مش انا قلتلك مليون مرة ما تدخليش عليا يا ميرا المكتب وانا مركز في الشغل؟ ايوه بقى يا عمرو، هو انا كل فين وفين لما بلاقيك قاعد في البيت؟ انت دايما في المستشفى او في المكتب بتاعك او مسافر برا البلد. لازم اخد ميعاد من سيادتك يعني علشان اقعد اتكلم معاك. المفروض ان احنا الاتنين متجوزين، فلازم يكون في وقت نقعد نتكلم فيه. ما قلتليش بقى ايه رأيك يا حبيبي في الكولي ده؟ هحضر الحفلة. انت برضو مصممة تروح الحفلة دي؟ ايوه طبعا يا حبيبي، ده حفلة عيد ميلاد انجي، الحفلة اللي انا بستناها كل سنة. السنة دي بقى هتعملها في الفيلا بتاعتها اللي في ألمانيا. انت عارف بقى الجو هناك بيبقى عامل ازاي؟ واو تحفة. هنعمل الحفلة كده في وسط الجليد. وانت بقى هتروح الحفلة دي لوحدك؟ لا طبعا، ما انت اكيد هتسافر معايا يا حبيبي. عمرو بص في الورق اللي قدامه. بعد بكرة هكون في المستشفى يا مدام، عندي عمليات كتير قوي محجوزة، في ناس كتير قوي محتاجين يعيشوا. انا مش فاضل الهرج والمرج بتاعك ده والحفلات اللي ملهاش لازمة. معقول اسافر من هنا لألمانيا علشان احضر حفلة عيد ميلاد؟ ليه فاضي انا؟ لازم تفهمي ان انت متجوزة دكتور قلب كبير، حياة الناس بتتوقف عليه. ازاي يعني بقى؟ انت عاوز تقولي ان انت مش جاي معايا؟ فتح عمرو شنطته وحط فيها الورق، وميرا فضلت تناديه يا عمرو استنى بس يا عمرو. اما الست رضا اول ما لقت الفجر بيشقشق خرجت بسرعة في عز البرد. كانت لابسة ملابس تقيلة قوي. بعد ما غطت الولد كويس ونيمته في سريره كانت ماشية في الشارع لوحدها وبتدعي ربنا ان تلاقي حل للمشكلة اللي هي فيها. لا حول ولا قوة الا بالله، اعمل ايه بس دلوقتي يا ربي؟ منك لله، منك لله يا ندى انت وابوه. بقى حد في الدنيا يمشي ويسيب ابنه؟ يا رب اكبر بخاطري وبخاطر الولد ده، ولا احد يرضعه او الاقي حتى صيدليه فاتحه دلوقتي علشان اكله. صعبان عليا قوي. فضلت تلف في الشوارع كتير قوي لغايه ما لقت صيدليه فاتحه. دخلت فيها بسرعه وكلمت الدكتور. لو سمحت يا ابني، انا عايزه علبه لبن لطفل صغير اللي هيسترك. الدكتور بص عليها. انت عايزه العادي ولا المستورد؟ ها، اي حاجه يا ابني اللي تشوفه كويس هاته. انا بس عايزه حاجه كويسه قوي، اصل الولد تعبان وعايز ياكل، ده كمان تعبان وعنده القلب. بس يا حاجه ما ينفعش اجيب لك لبن من غير وصف الدكتور، وخاصه يعني ان انت بتقولوا ان هو عنده مشاكل صحيه او المفروض يرضع طبيعي. لازم دكتور يكشف عليه الاول ويقول النوع المناسب لحالته، والا كده يعني انا ممكن اديك حاجه غلط. وبعدين يا ابني، الله يسامحها سافرت وسابته، من بدري بيبكي وعاوز ياكل. الدكتور سرح وفكر شويه.
طيب ممكن تستنيني هنا بس يا حاجة، ثانية واحدة وهجيلك. دخل الدكتور المخزن بتاع الصيدلية وطلع تليفونه وكلم أخته سلوى في التليفون. كانت ساكنة فوق الصيدلية مباشرة. أيوة يا سلوى، أنا عايزة أطلب منك طلب، خدمة يا ستي أو عمل إنساني، ربنا هيجازيك عليه كل خير. خير يا محمد، في إيه؟ بصي حبيبتي، ممكن تنزلي الصيدلية دلوقتي؟ في ولد مريض وعاوز يرضع. أنا آسف إن أنا بطلب منك حاجة زي كده، بس الست شكلها طيبة أوي والولد صعبان عليا. ما يصعبش عليك غالي يا محمد، يا ابني دي ناس شحاتين ساعات كده بتحججوا بيقولوا أي كلام والسلام، تلاقيها بس جاية تنمر على الصيدلية بتاعتك وعاوزة تسرقها. سيبك منها يا محمد وتردها، ما تسمع لهاش. أيوة بس الست فعلا شكلها غلبانة أوي. لا أنا ما أعتقدش إن هي كده. اسمع مني بس، حكيمان عارفة الأشكال دي كويس. دول من يومين دخلت على واحدة جارتنا البلد وأخدت منها كل حاجة. حافظ على نفسك يا أخويا. محمد قفل مع أخته وكان حزين قوي وما كانش عارف يتصرف ازاي للست رضا. خرج من المخزن وكان مكسوف. متأسف قوي يا حاجة، كان نفسي أساعد حضرتك بس والله مش بإيدي. الست حست بالإحراج. ولا يهمك يا ابني، أنا همشي وربنا يتولاني. وبعدين محمد بص على الرف اللي قدامه بالصدفة، عينيه جت على علبة اللبن. كان لبن غالي قوي. استني بس يا حاج، اتفضلي، دي علبة لبن وإن شاء الله يشربها وهي من الأنواع الغالية مستوردة. اتكل على الله وربنا يشفيه ويعافيه، صدقيني هتكون مناسبة ليه. كتر خيرك يا ابني. طيب هي حقها كام؟ خلاص يا اعتبر ان حقها الدفع، العلبة دي هدية مني ليكي. خرجت الست رضا من الصيدلية وهي بتدعي للدكتور محمد. راحت على بيتها وفضلت تحضر الرضعة، ما كانتش عارفة تعملها ازاي لغاية ما ظبطتها، وبرضه كانت ساقعة. لما الولد نام يا حبيبي، نام، ربنا يشفيك ويعافيك ويخفف عنك يا رب. أما في بلاد بره كانوا الزوجين ندى وكريم ماشيين في الشارع ومعاهم شنط السفر بتاعتهم جرينها وراهم. كانوا تايهين ومش عارفين هيروحوا فين. وبعدين بقى يا كريم، بقالنا دلوقتي فوق ال3 ساعات واحنا ماشيين في الشارع من بعد ما خرجنا من المطار، والزفت اللي هيقابلنا ده برضه ماليش أي أثر. أعمل إيه بس يا ندى؟ ما على إيدك برن على الرقم وبرضه ما بيردش عليا، كأنه فص ملح وداب، محدش راضي يرد خالص. مش أنا قلتلك ما تدلوش كل الفلوس اللي معانا؟ كان لازم نظبط أمورنا الأول ونلاقي مكان نقعد فيه. أنت اللي قعدتي تقولي لأ دول ناس مضمونين وكلامهم مظبوط. فين بقى المظبوط ده يا أخويا؟ اصبري بس يا ندى، خلينا نسأل. وبعدين احنا مش موجودين في مصر دلوقتي، ومش بيقولك يا ستي اللي بيسأل ما يتوهش. خلينا بقى نسأل، إن شاء الله نلاقي أي حد من هنا يدلنا. لقى واحد ماشي في الشارع وقفه. لو سمحت، هي شركة العثماني فين من هنا؟ شركة إيه؟ العثماني؟ لا يا فندم، مفيش هنا شركة بالاسم ده. انتوا عايزين مين بالظبط؟ أنا كنت عاوز واحد اسمه عويس. الراجل هز دماغه. مش هكدب عليك وأقولك إن معرفوش، بس أنا سمعت الاسم ده قبل كده. اللي هيدلك على الصح ويقولك على مكانه هو الحاج فكري. طيب معلش، ولاقيه فين بس الحاج فكري ده؟ هتلاقيه يا سيدي على الكافيه اللي على أول الشارع، هو أصلا صاحب الكافيه. بعد إذنك مضطر أمشي. ومشي الراجل. وكريم بصلها. شفتي؟ أهو الراجل يا ست طلع محترم، رد علينا الإجابة المظبوط، وإن شاء الله نروح للحاج فكري ده ويدلنا على عويس. يلا بسرعة نشوف هيقول لنا إيه. لما وصلوا الكافيه وقعدوا مع الحاج فكري. أهلا، نورتوا البلد كلها. بنورك يا حاج، إحنا بس كنا عاوزين نسألك عن شركة اسمها شركة العثماني. شركة العثماني؟ ومن بقى اللي عمل فيكم الموقف البارد ده؟ ده مقلب وحش قوي. ندى بصيت له. ليه بس يا حاج بتقول كده؟ موقف بارد ايه ومقلب ايه؟ هو مفيش هنا شركة بالاسم ده؟ لا يا اختي، ولا عثماني ولا غيره، زي ما انتوا شايفين كده. المنطقة هنا كلها منطقة سياحية، كافيهات ومطاعم وشاليهات. مفيش شركات اصلا في المنطقة دي خالص، ولا عمر سمعت حتى في البلد على شركة العثماني دي. فكر كمل بأسف. للأسف انتوا اتضحك عليكم، مش انتوا بس اللي حصل معاكم الموقف ده. في ناس كتير قوي جت هنا قبلكم على المكان وسألوا عن نفس الشركة، وكانت النتيجة ان هم عرفوا الحقيقة ورجعوا تاني على بلادهم. كريم وندى اتصدموا وفضلوا قاعدين ساكتين ما اتكلموش،
وبعدها ندى أغمى عليها من المفاجأة. مر يوم كامل على الست رضا وهي بتحاول تهتم بالولد، بس مش هتكون زي الأم. وفي يوم سمعت الباب بيخبط عليها. أول ما فتحت لقت الحاجة منيرة قدامها، تبقى والدة ندى. أهلا يا حاجة منيرة، اتفضلي. يزيد فضلك يا رضا يا أختي، طمنين الواد عامل إيه دلوقتي بعد ما سابته اللي تتشك في قلبها ندى بنتي؟ أنا عمالة أديله في لبن من ناحية وطبطب عليه من الناحية التانية، يمكن أقدر أعوضه عن حنان الأم. أنا مش فاهمة هما الاتنين إزاي فكروا في كده، قلبهم حجر. أنا مش فاهمة البت دي، أنا مانيش راضية عنها من زمان، طول عمرها كده جحدة وقليلة الأصل وقلبها قاسي. سبحان من رزقها بالملاك ده. أنا قلت يمكن ربنا يجعل لها الهداية على قدومه، بس هنقول إيه، ربنا له حكمة في كل حاجة. يلا أديني بقى اطمنت عليه، أما أقوم أمشي أنا بقى دلوقتي. هتمشي تروحي فين بس يا حاجة منيرة؟ خليكي لما ناكل لقمة مع بعض، ما أنا قاعدة لوحدي. ولا لقمة ولا حاجة، خليني بس ألحق أروح بيتي واتوى فيه، أحسن بيقولوا إن في النهاردة عاصفة جامدة قوي، وبيقولوا إن الجو هيقلب، هيبقى في برق ورعد ومطر قد كده، وبقى خلي بالك بقى يا أخت من الولد. ادعيلي يا حاجة منيرة إن النهاردة تبقى أبواب السماء مفتوحة. أنا عن نفسي مش هضيع قيام الليل الليلة من إيدي، لعل وعسى رب العباد يسمع مني وتيجي كده معجزة من السماء وتشفي لي حفيد إن شاء الله. مشيت منيرة وقفلت الباب وراها، وفضلت قاعدة رضا جنب حفيدها تدفيه وتهتم بيه. أما في بيت الدكتور عمرو، مراته ميرا جهزت نفسها للحفلة اللي كانت رايحة لها، وكانت بتلبس الكوليه الألماس قدام المراية. ها يا حبيبي، رأيك كده في الكوليه شكله حلو؟ انت مش مسافرة ألمانيا؟ طيب ما ينفعش هناك تلبسي اللبس ده، انت كده يا بنت هتبردي، ده على الأقل لازم تداري من شعرك لغاية ضوافرك. انت كلاسيك قوي يا عمرو، انا اصلا رايحة هناك عشان احس بجو البرد. الجو اللي في مصر ده هو اسمه برد يا سيدي، انا بقى عايزة تكتك كده من كتر البرد زي ما بيقولوا. انت كده هتلجئي لطرق تانية علشان تتدفي، اوعك تشربي اي حاجة هناك، الكلية عندك مش ناقصة. يلا يا حبيبتي ليلتك سعيدة. قرب من الباب وافتحه، لكن الأكرة ما كانتش راضية تفتح. انسى بقى يا دكتور، الباب مش هيفتح ومش هتروح في أي حتة الليلة دي بتاعتي أنا وبس، وهنسافر سوا مع بعض ونقضي يومين سوا حلوين في ألمانيا، بعيد بقى عن العمليات والدوشة بتاعتك دي. ميرا بطلي السخافة بتاعتك دي، اتفضلي يلا هاتي المفتاح، أنا عندي كام عملية مهمين النهاردة ولازم أعملهم بنفسي. انسى يا حبيبي، انسى ان انت تشوف المفتاح تاني. عمرو راح عند الدولاب وجاب مفتاح سبير كان بيسيبه للطوارئ، وفتح باب الأوضة. ليلتك سعيدة يا سونيوريتا. ميرا جزت على اسنانها. ايه الاستفزاز بتاعك ده؟ انت كل حاجة كده عامل حسابها. طيب ايه رأيك بقى ان انت لو رحت النهاردة المستشفى بتاعتك دي تنساني خالص، هروح ألمانيا ومش راجعة لك تاني يا عمرو. لازم تفهم ان شغل مهم عندي قوي ولازم اروح، دي أرواح ناس. وانا ايه يا اخي، انا مش مهمة بالنسبة لك؟ مش من حقي افرح وانبسط زي كل الناس؟ ما انت هتسافري اهو، عايزة ايه تاني؟ لوحدي يا عمرو، هسافر لوحدي وفي عز البرد، كل الناس اللي في الحفلة هيكونوا هناك كابلز، وانا اللي هكون لوحدي في وسطهم، هيبقى شكل وحش قوي. على فكرة يا ميرا، انت كده انانية قوي، ما بتفكريش غير في نفسك وبس. سابها ومشي للمرة التانية. ميرا كانت متضايقة قوي ومسحت دموعها ومشي. عمرو أخد العربية بتاعته الفخمة اللي كان لسه مشتريها جديد، وكان على طريقه للمستشفى. عمرو كان ماشي في الطريق بسرعة ومستعجل، لقى ظابط ماشي وراه بالموتوسيكل. عمرو استغرب أوي ووقف العربية. الظابط قرب منه. مساء الخير، ازيك يا دكتور عمرو؟ أنا مبسوط جدا إني شفت حضرتك، الناس اللي زيك في الدنيا مش كتير، ربنا يجازيك كل خير على كل اللي بتعمله. متشكر أوي حضرة الظابط، أنا ملاحظ يعني إن أنت ماشي ورايا من بدري، في حاجة أتمنى إن يكون خير. خير إن شاء الله يا فندم. الحقيقة إن في عاصفة شديدة النهاردة، والطريق اللي حضرتك ماشي فيه ده هيتقفل الليلة، طول الليل الطريق مش هيتفتح إلا بكرة الصبح الساعة 8، علشان الطقس والرياح والتقلبات الجوية والحوادث وكده. طيب والحل إيه دلوقتي؟ ده أنا عندي عمليات خطيرة ولازم أعملها وأبدأ فيها كمان ساعة بالكتير. المهم دلوقتي إن أنا أوصل للمستشفى
زمانهم دلوقتي بيجهزوا له غرفة العمليات. حضرتك ممكن تاخد طريق تاني يا دكتور عمرو. أعتقد إن الطريق التاني ده هيكون مفتوح، بس هتعدى على قرية والطريق كله هيبقى طينة، هياخد منك وقت لغاية ما توصل. مش مشكلة، المهم إن نوصل. ولو على الطريق يا سيدي مفيش مشكلة، العربية بتاعتي دفع رباعي وكبيرة زي ما انت شايف. تمام، أنا هبعت لحضرتك طريقة السير من على الخريطة بتاعتي، هبعت لك اللوكيشن دلوقتي على تليفونك. متشكر قوي حضرة الضابط. أخد منه اللوكيشن على التليفون ومشى الدكتور عمرو بسرعة. كان ماشي من على طريق زراعي، الطريق كان كله طينة. في نفس الوقت كانت الست رضا اتوضت وبدأت تصلي قيام الليل، فردت سجادة الصلاة وبدأت تصلي وهي بتدعي ربنا. الدموع كانت مغرقة وشها. لما سجدت على الأرض افتكرت اللي حصل معاها من كام شهر لما حفيدها اتولد. كانوا كلهم واقفين في المستشفى حوالين السرير بتاع ندى اللي كانت لسه خارجة من أوضة العمليات. كريم قرب من ندى مراته. حمد لله على السلامة يا حبيبتي. الحمد لله، ربنا كرمنا بولد زي القمر. ولد؟ طيب هاتي يا كريم، هاتي يا حبيبي لما اشوفه. هو دلوقتي في الحضانة، بس أنا هروح أجيبه لأن الممرضة نادتني من شوية عشان أروح للدكتور. طيب بسرعة يا كريم، نفسي أشوفه قوي. رضا بصت لابنها. استنى بس يا ابني، خليني أجي معاك بنفسي عشان أشوفه. كريم راح للدكتور ومعاه والدته. أول ما دخلوا مكتب الدكتور: ها يا دكتور، فين الولد؟ أنا سمعت إن حضرتك عاوزني. الولد موجود في الحضانة، تسمحوا لي أقول لكم على حالته. انتوا تعرفوا من الوقت أفضل عشان تعرفوا تتعاملوا معاه وتعرفوا تتصرفوا. رضا قربت من الدكتور. خير يا دكتور، حفيدي في حاجة؟ في الحقيقة الولد عنده مشكلة في القلب ولازم يعمل عملية، لو ما عملهاش مش هيقدر يعيش بشكل طبيعي. كريم بص للدكتور. يا نهار أبيض، طيب يا دكتور ما تعمل له العملية دي، مش انت برضو تعرف تعملها؟ اهدى بس يا أستاذ كريم، العملية دي عملية دقيقة جدا في القلب، وللأسف مش أي حد يعرف يعملها، وخاصة يعني لحد سن صغير. مفيش إلا دكتور واحد في مصر كلها اللي يعرف يعملها، ده أكبر دكتور قلب في البلد، الدكتور عمرو الجمالي. طيب والدكتور ده هياخد مننا فلوس كتير؟ للأسف برضو اللي أعرفه إن العمليات بتاعته أقل عملية ب250,000 جنيه. كريم حط إيده على دماغه. يا لهوي، ربع أرنب مرة واحدة؟ طب واحنا هنجيب الفلوس دي منين؟ ده احنا ناس على قد حالنا قوي. يا دكتور انت بتقول لنا الكلام ده وما تشوف لنا صرفة إلهي ربنا يسترك، هات لنا حل. والله يا فندم ده أسرع حل عندي، إلا إما بقى كده هتروحوا تاخدوا دور في المستشفيات الحكومي وانتوا وحظكم. رضا رجعت من الفلاش باك. يا رب حلها من عندك، انت وحدك اللي بتقول للشيء كن فيكون. يا رب اجعل لنا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج، ارزقنا من حيث لا نحتسب. أثناء ما كانت بتدعي ربنا سمعت صوت عربية قدام بيتها. العربية كانت غارزة في الطينة وبتحاول تطلع. خلصت صلاة وقامت فتحت الباب، لقت عربية فخمة جدا غارزة قدام بيتها وبتحاول تطلع من الطينة. وخرج الدكتور عمرو وكان متعصب قوي، قعد يخبط في العربية بإيديه. جت عليه الست رضا. جرى ايه يا ابني؟ ليه كده بس يا ابني؟ هي يعني كانت قالت لك اغرزني في الطينة؟ عمرو بصلها باستغراب. فجأة بدأت الدنيا تمطر. المطر كان شديد قوي، صوت الرعد كان مالي المكان كله. بعد إذنك يا حاج ممكن اقعد بس عندي شوية لغاية ما المطر يبقى، وبعد كده حاول اتصل بأي حد يجي يطلعوا لي العربية دي، يمكن اعرف اطلع وامشي من هنا. يا خبر، انت بتستأذن يا ابني؟ ده انت تنزل الدفة جوه بعيد عن السقعة. تعالى يا ابني، ده زي ما نزلت. اخدته الست رضا على جوه، ولما دخل الدكتور عمرو لقى البيت هادي ودافي قوي. كان بيت بسيط وحيطانه مشققة، بس كان دافي وكله هدوء. رضا عملت له حاجة دافية يشربها وجابت له الأكل اللي عندها، كان حتة جبنة ورغيف عيش ناشف. له مؤاخذة بقى يا ابني، الضيافة بتاعتي على قد ما قسم، أنا ما بخلتش عليك بأي حاجة، جبت لك كل اللي عندي في البيت. ما تقوليش كده يا حاجة، الأكل بتاعك ده بالنسبة لي أحسن من أكل المطاعم الفخمة اللي في البلد كلها. تسلم يا ابني، بعد إذنك هروح أكمل صلاتي، أصل أنا مش عايزة أسيب الساحة الحلوة دي من غير صلاة التهجد. نفسي أدعي ربنا لعل وعسى إن يستجيب لي.
اتفضلي يا حاجة صلي براحتك وادعي لنا معاكي. رجعت الست رضا لصلاتها من تاني وبدأت تسمع صوت الرعد بيشد. كان صوت المطرة بيزيد قوي. كانت بتدعي ربنا أكتر. صوتها كان عالي في الدعاء. يا رب يا رب سبب لي الأسباب اللي تخلي الدكتور عمرو يعمل العملية لحفيدي. يا رب أنا عبدك الضعيف، أنا ماليش غيرك يا رب، اتكلت واعتمدت عليك، يا رب ادي لي حاجتي. الدكتور عمرو سمعها وهي بتدعي. بدأ يفكر في كل اللي حصل معاه وخلاه يوصل للبيت ده. مراته اللي اختلف معاها وزعلوا هما الاتنين سوا، والمطرة الشديدة والطريق المسدود والعربية الجديدة اللي غرزت في الطينة. مع إنها دافع رباعي، عرف فورا إن ربنا عمل كل ده علشان يوصل للولد ده في الوقت المناسب. قرب الدكتور عمرو من الولد وشاله وبص في وشه. فضل شايله كتير قوي لغاية ما الست رضا خلصت الصلاة وقربت من الدكتور وبصت للولد. ده حفيدي يا دكتور، شوف زي الملاك ازاي. هو حفيدك ماله؟ أنا سمعتك كنت بتدعيله. مريض يا حبة عيني، الدكتور قال لنا إن مفيش غير دكتور واحد وبس اللي متخصص في العمليات اللي من النوع ده، اسمه الدكتور عمرو. أنا مش عارفة أوصله، وكمان بيقولوا عملياته غالية قوي. أيوة عارفة، عمرو الجمالي. أيوة هو يا ابني، هو الدكتور ده. انت صليتي ودعيتي كتير قوي يا حاجة، دعيت ربنا بإخلاص لدرجة إن ربنا سخرني ليكي من غير ما أعرف. ربنا خلاني أختلف مع مراتي النهاردة، أول مرة نختلف مع بعض من يوم ما اتجوزنا. الطريق الأساسي اللي بمشي منه كل يوم عشان أروح المستشفى اتقفل. المطرة زادت، كل ما دعائك كان بيزيد المطرة كانت بتزيد أكتر. عربيتي الجديدة الدفع الرباعي غرزت في الطين ومعرفتش أطلعها وتغرس فين قدام بيتك، مع إنها ممكن تمشي في الصحراء وما يحصلهاش أي حاجة. تعرفي حاجة؟ كل دي أسباب ربنا حطها في طريقي علشان أوصلك وقف قدام بيتك. ويشاء السماع العليم إن أشوفك واسمعك وانت بتدعي والولد يبقى بين إيديا دلوقتي. رضا أول ما عرفت إن اللي قدامها ده يبقى الدكتور عمرو ما صدقتش نفسها من الفرحة. نزلت وسجدت على سجادة الصلاة وقعدت تحمد ربنا من الفرحة. يلا يا حاج، يلا علشان أخدكم معايا على المستشفى دلوقتي، عملية حفيدك أول عملية هعملها النهاردة. وفعلا أول ما ركب العربية ولا كأنها كانت غارزة في الطينة، طلعت بكل سهولة وأخدها الدكتور عمرو وطلع على المستشفى. أما في ولاد بره، الزوجين كريم وندى كانوا في الكافيه. الحاج فكر كان قاعد قدامهم. والله يا جماعة أنا كان نفسي أخليكم عندي أكتر من كده، بس انتوا شايفين الحياة هنا صعبة قوي. كل واحد هنا بيعتمد على نفسه وبيجيب القرش اللي بياكل بيه. ندى بصيت له. طيب معلش يا معلم، ربنا يخليك، خلينا قاعدين معاك هنا شوية، احنا ما نعرفش أي حاجة في البلد دي، وزي ما حضرتك شايف اتضحك علينا، والفلوس اللي كانت معانا وحوشناها طول السنين اللي فاتت دي كلها اتنصب علينا واتاخدت مننا. لو كان معانا تمن التذاكر ما كناش قعدنا في البلد دي لحظة واحدة. احنا جينا هنا ومعتمدين على المرتب الكبير اللي هناخده. واللي ضحك عليكم كمان وعدكم وفهمكم ان الراتب هيبقى كبير. معلش بقى، حصل خير. طيب بما انكم بقى صعبتوا عليا بعد الكلام اللي قلتوه زي بعض، انا شغالكم عندي هنا لغاية ما تقدروا تحوشوا تمن التذاكر عشان ترجعوا بالسلامة لأهلكم. متشكر قوي يا معلم، كتر خيرك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. بس اعذروني، انا في الشغل ما عنديش يما ارحميني، يعني في الشغل شغل. انا ممكن اصحيك في عز نومك واقولك تقوم تغسل عربية حد من الزباين، او تشتري لي اي حاجة من السوق، او تقوم تمسح المكان. كريم بص لمراته بصعبانية. ندى بكت لانهم مضطرين يتحملوا الذل علشان يرجعوا من تاني بلدهم. اما في مصر مرت الايام والعملية اتعملت على خير. بدأ عمرو يمر على الست رضا ويشرف على حالة الطفل بنفسه لغاية ما في يوم جه ميعاد الخروج من المستشفى. دخل الدكتور عمرو عليها. ألف ألف مبروك يا حاجة رضا، حفيدك ربنا شفاه بقى زي الفل. انت مستعدة تاخديه وتخرجي من هنا من غير أي خوف ولا خطر. يلا يا ستي، ممكن تخرجي النهاردة من المستشفى. رضا كان لسانها عاجز عن الشكر لأن الدكتور عمل لها العملية مجاني، عملها على حسابه. قعدت تحمد ربنا وتشكره على فضله عليها. مالك يا حاجة انت بتبكي ليه؟ أبدا يا ابني، ده دموع الفرحة، أنا مش مصدقة نفسي. الحمد لله يا حاجة،
بس أنا عايزة أقولك على حاجة، الولد ما ينفعش الفترة اللي جاية يقعد غير في مكان معقم، لازم يبقى مكان كويس ومفيش أي رطوبة. أيوة يا ابني، بس احنا ناس غلابة وعلى قد حالنا، وبيتنا زي ما انت عارف وشفته، يعني هنجيب منين المكان المعقم ده؟ ما هو علشان كده أنا بأكد عليك يا أمي إن الولد محتاج منك معاملة خاصة أول فترة. لولا المستشفى هنا محتاجين الغرف، لأن في حالات كتيرة أوي شبه حالة حفيدك، أنا كنت خليته هنا لغاية ما تعافى تماما. رضا قعدت محتاسة ومش عارفة تتصرف إزاي. خلاص يا أمي ما تشيلش هم. مسك التليفون بتاعه واتصل بالسواق. اسمع يا ابني، انت تيجي حالا، في ست هنا اسمها رضا كبيرة في السن، هتنزل من المستشفى ومعاها حفيدها، هتاخدها وتوديها على الفيلا بتاعتي. تأكد على المدام ان هي تحسن استقباله. رضا بصت للدكتور. ايوه يا ابني، بس كده كتير قوي. مفيش حاجة تكتر عليك يا أمي، أنا تحت أمرك وتحت أمر حفيدك. أما في الفيلا عند عمرو، ميرا استغربت أول اللي بيحصل، استغربت من وجود الست دي في بيتها. أول ما جوزها وصل البيت ودخل أوضة النوم، لقى مراته داخل عليه وعينيها بتطق شرار. إيه يا دكتور عمرو، أنت كمان جايب المرضى بتوعك هنا على البيت؟ أنت كده زودتها قوي، مين اللي هيتحمل كده؟ الست دي ظروفها صعبة قوي، والولد محتاج مكان نظيف، لازم يعيش هنا، صدقيني هي فترة مؤقتة. والدنيا كلها ما فيهاش مكان كويس غير بيتي أنا وبس. عمرو أنت بكده زودتها قوي، أنا خلاص ما عدتش متحملة، أنا هروح عند مامي أريح أعصابي يومين. قبل ما تخرج من البيت حست بدوخة وقعت على الأرض. عمرو شالها وحطها على السرير بالراحة، جاب شنطته بسرعة وكشف عليها. ما كانش مصدق بعد ما كشف وعرف المفاجأة. أما في بلاد بره، كريم وندى أخيرا قدروا يحوشوا تمن تذكرة السفر، بس فكري ما كانش عاوز يدوهم حقهم، وكان طمعان إن ياخد منهم شغل أكتر. وفي يوم من الأيام كان قاعد في مكتب الكافيه، فجأة بدأ يحس بتعب ونسى إن ما أخدش البخاخ بتاعت التنفس اللي بياخده. كريم دخل عليه. كريم قرب منه. مالك يا معلم فكري؟ معلم فكري رد عليا، أنت كويس؟ فكري ما تكلمش، بس شاور له على علبة الدواء اللي كانت محطوطة على الرف. بسرعة كريم جري عليها وأخدها وراح عند فكري وقعد يبخله في بقه لغاية ما النفس رجع تاني بشكل طبيعي. فكري بص لكريم. كتر خيرك يا ابني، لولاك ما كنتش أعرف إيه اللي ممكن يحصل، أكيد كان ممكن أروح فيها. بعيد الشر عليك يا معلم فكري، ما تقولش كده، عمر الشقي بقى يا سيدي، إن شاء الله هتبقى زي الفل. فكري حس إن كريم جدع وما يستاهلش قسوته عليه هو ومراته، وإن هو أمين، وإن كان ممكن يستغل محنته ويسرقه ويمشي، بس وقف معاه وساعده. فكري طلع من الدولاب مبلغ. خد يا ابني، الفلوس ده حق الشغل اللي انت اشتغلته هنا انت ومراتك الفترة اللي فاتت، تقدروا تقطعوا تذاكر السفر وترجعوا القاهرة من تاني. يا حاج فكري أخيرا، ده أنا أصلا كنت نسيت الموضوع ده. لا يا ابني، ده حقك، لولا إن أنا كان نفسي تقعد معايا أكتر من كده. بس كفاية بقى، ارجع لوالدتك وشوف ابنك، أكيد وحشك. كريم فرح من كل قلبه، أخد الفلوس وطلع على بره بسرعة، ورجعوا تاني مصر. في البلد أول ما رجعوا الزوجين ودخلوا البيت كانوا مستغربين، مفيش أي حد موجود في البيت. الله، أما الأم فين يا ندى؟ هتكون راحت فين؟ والولد كمان معاها. أيوة صحيح، ده مش موجودين، يا ترى إيه اللي حصل؟ بقولك إيه، اقفل انت الباب وأنا هروح لماما أشوفها وأعرف منها إيه اللي حصل بالظبط. والدة ندى منيرة أول ما شافت بنتها مسكتها من ودنها. انت يا بنت، انت ازاي تسيب ابنك وتسافري؟ انت وجوزك الزفت اللي بيسمع كلامك ده، انت يا بنت كنت مسافرة تمشي على حل شعرك ولا ايه؟ سيب ودني بس يا ماما، خلينا في المهم. انا والله العظيم ندمت ومش ناوية اسيب الولد تاني ابدا. ربنا يا ست عاقبنا اشد عقاب، كل اللي عملناه قعد فوق راسنا، واحنا اتغيرنا وقررنا ان احنا نهتم بيه، وهنفضل هنا ومش هنفكر في موضوع السفر تاني ابدا. مستعدين نتحمل اي حاجة، كفاية بس ان احنا نشوفه قدامنا. قولي لي بس يا ماما، هم راحوا على فين؟ انا قلقانة قوي من ساعة ما رجعت البيت ولقيته فاضي. هم يا حبيبتي عند الدكتور اللي اسمه عمرو الجمالي. ندى وكريم بصوا لبعض وما كانوش مصدقين. مين؟ الدكتور عمرو الجمالي؟ حتة واحدة؟ طيب هو عنوانه فين يا حماتي؟ واناش عرفني يا اخويا. سابتهم ودخلت على جوه. طب وبعدين بس يا كريم، هنتصرف ازاي دلوقتي؟ بسيطة،
نروح المستشفى ونعرف عنوان الدكتور عمرو، ممكن نلاقي كمان ماما هناك. وبالفعل راحوا المستشفى وقدروا ياخدوا عنوان بيته، وراح على فيلة الدكتور عمرو. وقتها كان قاعد هو ومراته مع الحاجة رضا اللي كانت بتاكل معهم على السفرة. ومش عارف أقولك إيه بجد يا حاجة رضا، من ساعة ما جيتي هنا وانت خليتي عيشتنا اتغيرت خالص. وجودك معانا في البيت هنا كان وش حلو علينا قوي، تعرفي انت وش السعد والخير كله. ميرا بصت لها بكل فرحة. انت فعلا وشك حلو علينا قوي، انا حملت، اخيرا بقيت حامل. ده انا بقالي 10 سنين متجوزة بعد ما كل الدكاترة اكدوا عليا ان حرفيا مستحيل ان احمل. تعرفي يا حاجة رضا ان انت علمتيني ان مفيش مستحيل على ربنا. من ساعة ما شفتك وانت كنت بتدعي ربنا وبتناجيه، ومن ساعة كمان ربنا ما سخرني ليكي، اتأكدت ان كل حاجة كانت مترتبة من رب العباد عشان يعرفني بيكي واكون سبب في شفاء عبد من عباده. طبعا يا ابني ربنا هو اللي سخر لنا الشمس والقمر وفلق البحر لموسى وشق القمر لمحمد. ربنا قادر بعد كل المعجزات دي ان يحقق لك اي حلم تتمناه. وفجأة واحدة من الشغالين دخلت عليهم. انا متأسفة قوي يا دكتور عمرو، بس في راجل وست بره بيقولوا ان هم ولاد الحاجة رضا وعاوزين يشوفوها ضروري. معقولة يكون كريم وندى رجعوا من بره؟ ليه لأ يا حاجة، خلينا نشوف، دخليهم. وشوية ودخلوا عليها. كريم أول ما شاف والدته نزل على الأرض تحت رجليها وطلب منها تسامحه. سامحيني يا أمي، أنا غلطت في حقك غلطة كبيرة قوي، وغلطت كمان في حق ابني لما فكرت إن أسافر وأسيبه. وأنا والله يا حماتي كمان غلطت وندمت أشد الندم على اللي عملته. وربنا انتقم مننا واكتشفنا إن إحنا مضحوك علينا. أخدوا مننا كل الفلوس اللي كنا محوشينها، خدوها مننا كده ظلم وافتراء. بس كل ده ما فرقش معانا. صدقينا فرحتنا دلوقتي إن ربنا عوضنا ورجعنا ولقينا ابننا بقى كويس. دخلت مراته بنظرات كلها احتقار. بذمتك عاجبك حالك ده؟ ضحكوا بكل برود. مالي حاله يا زينب، ما حالي حلو زي الفل اهو. بذمتك شكله مش حلو وكل البنات عليا توابير؟ ده انا حتى لما بمشي في الشارع البنات هي اللي بتعاكسني. زينب كانت متضايقة من جوزها قوي. بلا خيبة، وهيعكسوك على ايه؟ لو يعرفوا اللي فيها ما كانوش بصوا في وشك اصلا يا عادل. المهم انا دلوقتي عايزة مصروف البيت، وبلاش بقى تلاكيك، التلاجة بتاعتنا فاضية ومفيش اي اكل في البيت موجود. ابتسموا كل برود. من عينيا طبعا يا حبيبتي، اتفضلي، دول 10 جنيه هم يوم العيال. انت بتهزر يا عادل؟ 10 جنيه؟ هملي التلاجة ب10 جنيه وتجيب لي اكل ليا انا وانت والعيال؟ انت هتفضل في بخلك ده لغاية امتى؟ انت عارف ان المبلغ اللي بتدولي ده ما يعملش اي حاجة. طيب بما اني بقى بخيل، هات يا ست 10 جنيه اللي انا اديتها لك. تصدقي ان هم خسارة فيكي؟ ابقوا روحي يا حبيبتي تتغدى عند الست والدتك انت والبنات، ما هو على قلبها هيبقى زي العسل. اصل امك على قلبها فلوس كتير قوي وبتقبض معاش ابوكي، ولا هي فالحة بس تصرف على اخواتك الرجالة؟ ما انت بنتها برضه وليك حق عليها. وما تنسيش تبقى تجيبيلي الغدا بتاعي وانت جاية. سلام بقى يا حلوة. اداها بوسة في الهوا وهو ماشي. زينب كانت قاعدة متضايقة قوي، قعدت على الانتريه وقعدت تبكي. وبعدين فيك بقى يا عادل، عمرك ما هتتغير ابدا. اتصرف ازاي بس دلوقتي يا ربي؟ البنات هيصحوا منهم جعانين. يبقى احسن حاجة اروح عند ماما، وكويس قوي ان بيتها قريب من هنا، اشوف عندها اي حاجة تقضي الغرض. يا دوب اخرج واجي قبل الاولاد ما يصحوا. كان عادل ماشي في الشارع وقعد يبص على الستات اللي رايحة واللي جاية. اما الواحد مظلوم بشكل غير طبيعي. هي دي بقى الستات ولا بلاش؟ انا مش فاهم. لما فكرت اتجوز ليه اتجوزت عم جعفر اللي قاعد معايا في البيت؟ في الوقت ده قطع سرحانه صوت واحد صاحبه اسمه ايمن، كان مقابله في الشارع. عادل، عاش من شافك يا سعادل. ايه يا ابن الشياكة والاناقة دي كلها؟ انت اشتريت هدوم جديدة من امتى؟ بقيت نزيه يعني وبتروق على نفسك، تكونش بطلت بخل. عادل ضحك. في ايه بس يا ابني؟ على فكرة انا من يوم وانا نزيه، وكمان انا جايب الطقم ده من 3 سنين بس ما كنتش بلبسه. صاحبه بصله بقرف. وانا اللي فكرتك اتغيرت طلعت نتن زي ما انت. سيبك مني، انت الدنيا عاملة معاك ايه؟ ماشي يا سيدي، بشتغل في مصنع تعبئة وتغليف، ما تيجي تشتغل معانا يا عادل؟ المصنع محتاج ناس كتير قوي. لا يا عم، انا مش بتاع شغل،
أمال بتاع إيه بس يا عادل؟ أنا بتاع أكل وشرب وصرمحة، وبحب أنام كتير. بذمتك ده يرضي ربنا؟ أنت واحد متجوز ومعاك دلوقتي بدل العيل 3. مين بقى اللي بيصرف عليهم؟ أنا طبعا. هتصرف عليهم إزاي وأنت ما بتشتغلش يا عادل؟ حرام عليك نفسك يا ابني. أنا بشتغل أسبوع وبرجع أريح في البيت شوية، وبيكون معايا فلوس. ما تشغلش بالك بيا، خليك في حالك. على رأيك، أما خليني في حالي. سلام بقى يا عادل، لأن عندي شغل ومش فاضيلك. مشي أيمن، وعادل فضل مكمل ماشي في الشارع وقعد يغني وكان فرحان بنفسه قوي. أما زينب دخلت بيت أهلها، لقت مامتها قاعدة مع مرات أخوها. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا منى. مامتها بصت لها بابتسامة، لكن منى مرات أخوها ردت عليها من غير نفس. أهلا يا زينب، اللي جايبك عندنا بدري يعني؟ إيه يا منى، عاوزة اخد ميعاد قبل ما اجي بيت أبويا ولا إيه؟ مش قصدي يعني، أنا أقصد إن أطمن عليكي، أولادك بخير؟ أصل انت يعني جايلنا بدري أو فقلقتينا. اطمني يا منى، أنا وولادي بخير وكويسين قوي. أنا بس كنت عايزاكي يا ماما في حاجة. خير يا بنتي، في حاجة؟ دخلت زينب هي ومامتها الأوضة بتاعتها. أما منى فضلت واقفة على الباب بره، كانت بتستنط وبتسمع بيقولوا إيه. زينب قعدت تبكي. أنا تعبت أوي يا ماما، عادل ده عمره ما هيتغير أبدا، كل شوية بحكي معاه في نفس الموضوع. أنا زهقت. تخيلي يا ماما، البيت بتاعنا مفهوش حتى العيش الحاف. أنا مش عارفة أتصرف إزاي. العمل عمل ربنا يا بنتي، مش ده كان اختيارك من الأول؟ أبوك الله يرحمه يا ما قالك بلاش من الجوازة دي، وانت اللي صممت على اللي اسمه عادل، وقعدت تقوله بحبه يا بابا. يا أختي أهو طلع بخيل، ولا بيأكلك ولا بيصرف عليك انتوا بالعيال. مش وقت يا ماما الكلام ده، كلامك بوجعني قوي. أنا عايزة حل، قوليلي بس أتصرف إزاي. هتعملي إيه يعني؟ لازم تحاولي معاه مرة واتنين، ولازم جوزك يتغير ويصرف على عيالك. بقولك إيه حبيبتي، أنا هديكي شوية حاجات تطبخوهم النهاردة في بيتك، ولو أكل معاكي من الأكل ده حر ونار عليه. خد يا بنتي كمان المبلغ ده خليه معاكي. ما تحرمش منك يا ماما أبدا، ربنا يخليك ليا وتعيشي وقت الدنيا يا حبيبتي. منى لما حست إن هم خارجين طلعت تجري بسرعة عشان تطلع على شقتها. كانت متضايقة قوي. يا دي المصيبة، هي الزفتة زينب دي هتيجوا كل شوية تنطلنا؟ مخلصة على فلوس حماتي، مش الفلوس دي احنا أولى بيها أنا وجوزي وولادي؟ ذنبينا إيه يعني إن جوزها بخيل ومعفن؟ بس لما يرجع حازم من بره لازم أحكي له عن كل حاجة. ماشي يا زينب، إيه اللي مخليتك تحرمي تدخلي البيت ده؟ ما بقاش أنا منى. تمام كده يا زينب يا بنتي، ولا عايزة حاجة تانية؟ لا يا ماما، متشكرة قوي. أنا همشي أنا بقى دلوقتي، لأني سايبة الأولاد نايمين لوحدهم في البيت. مشيت زينب ومامتها كانت زعلانة علشانها قوي. يا رب يا بنتي يصلح لك حالك، قادر يا كريم، ما حوكيش لأي حد غير لربنا، ولا الحبيب ولا القريب. ربنا يستر الدنيا وآخرة. وصلت زينب على بيتها وبدأت تحضر الفطار لولادها التلاتة صحيوا من النوم وأخدتهم بالحضن. حبايب قلب ماما الأمارات، صحتوا النهاردة بدري، واحدة واحدة على الحمام، وبعدين تعالوا بقى لأن حضرت لكم الفطار علشان نفطر كلنا مع بعض. بناتها كانوا حلوين قوي. زينب كانت مبسوطة ببناتها، وبعد شوية جهزت الأكل وانتظروا الفطار. قعدت معاهم زينب وفطروا. بسملة يا روح قلب ماما، انت كبرت انت ونور وهتروحوا السنة دي الحضانة، بما انكم توأم هتبقوا في نفس الفصل. بسملة بصوت طفولي. انا بحب الحضانة قوي يا ماما، بحب اشوف العيال هناك زي اللي في التلفزيون، وكمان المس بتغني معانا. ربنا يوفقك يا حبيبتي، انت واختك فرحة قلبي، اختك الصغننة دي، عقبال انت كمان ما تروح الحضانة يا فرحة. ابتسمت فرحة وسكتت. فطرت هي وبناتها التلاتة، وبعدين قعدت تلعب معاهم، وبعد كده قامت وقعدت تنظف في البيت وحضرت الغدا من الحاجات اللي مامتها كانت عطيها لها. أما في بيت حازم أخو زينب، منى مراته كانت في المطبخ. أول ما سمعت جوزها داخل من باب الشقة طلعت تجري عليه. حمد لله على السلامة يا حازم يا حبيبي. الله يسلمك يا منى، أنا راجع من بره جعان وواقع، بسرعة بسرعة حضري لي الغدا. لحظات يا حبيبي وهيكون جاهز، هو على النار. اسكت، أنا كنت عايزة أقولك على حاجة حصلت النهاردة.
خير يا منى، حصل ايه؟ اختك زينب يا اخويا جت عندنا النهارده من بدري وفضلت تشتكي لوالدتك كالعاده. امك بقى اديتها فلوس وحاجات تانية كتير من البيت، بط وفراخ ورز وزيت. هي امك بتعمل كل ده ليه؟ مش الفلوس والحاجات دي كلها احنا اولى بيها احنا وولادنا، مش احسن ما تروح للغريب اللي هو جوز اختك اللي قاعد كده ومأنتخ وما بيشتغلش؟ بس اختي حالتها وحشه قوي يا منى، عادي يعني عشمانه في بيت ابوها. وبعدين يعني لو ما طلبتش من امها هتطلب من مين؟ ممكن بقى تشوف الحاجات اللي وراكي. ايوه يا اخويا، ما انا دايما يعني بقول ان هي زي اختنا، بس برضه جوزها لازم يشتغل. معقول على اخر الزمن الست والدتك هتصرف على الناس الغريبه؟ هي دي برضه اصول يا حازم. انا شايف برضه ان انت بترغي كتير يا منى. ممكن يا حبيبتي تروحي تجهزي الاكل وانا هنزل تحت عند ماما اسلم عليها لما انت تحضري الغدا. ماشي يا حبيبي، انزل انت بس سلم على والدتك وانا هجهز لك الغدا بسرعه. اول ما جوزها نزل كانت واقفه قاعده تاكل في نفسها كده يا حازم، بدل ما تروح تقعد تتخانق مع والدتك. قال ايه؟ عشمانه في بيت ابوها. الله يخرب بيتك انت كمان، هي كانت ناقصاك؟ هو احنا هنأكل الناس الغريبه وولادهم؟ حازم نزل تحت عند والدته. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ اخبارك ايه النهارده يا حبيبتي؟ كويسه يا ابني وبخير، طول ما انتوا بخير يا حبيبي. انا عرفت يا ماما ان زينب اختي كانت هنا النهارده وانت اديتيلها اللي فيه النصيب. عاجبك يا ام اللي انت بتعمليه ده؟ انت كده بتخلي جوزها يتعود ان ياخد كل حاجه من بيتنا وما بيشتغلش وقاعد ومأنتخ. اعمل ايه بس يا ابني؟ والله الحال ده ما عجبني خالص، بس ده نصيب اختك. اخليها مثلا تتطلق وتخرب بيتها؟ ايوه يا ماما، تتطلق وتتجوز ست سيدو. هي الرجاله يعني كانت خلصت من الدنيا لما تفضل على ذمه اللي اسمه عادل ده؟ يا ابني انت ناس ان اختك معاها 3 بنات، هو يعني خراب البيوت بيستاهل؟ ربنا يصلح بس حال جوزها وما يحوجهاش لحد، ولا حتى لمراتك اللي كانت عايزه تسخنك على اختك. ما تسمعش كلام مراتك يا حبيبي، اختك غلبانه وملهاش غيرنا. يا ماما انا بلا ماما بلا بابا، بدل ما انت جاي تتكلم معايا في حوار زي ده اتكلم مع مراتك وفهمها ان بنتي تيجي وقت ما تحب، تيجي في الوقت اللي هي عايزاه وتاخد الحاجات من بيت امها زي ما هي عايزه. طالما انا لسه عايشه وعلى وش الدنيا محدش ليه يفكر اذا كنت بديها ولا لا. خلاص يا ماما حقك عليا، مراتي يعني اكيد ما تقصدش حاجه، هي كل اللي يهمها المصلحه مش اكتر. في الوقت ده جت منى ومعاها صينيه الاكل. والله يا ماما انا قلت الكلام ده لجوزي لاني خايفه عليكي وخايفه كمان على زينب، اصل جوزها خلاص اتعود على كده وهي يا عيني كل شويه بتتبهدل اكتر، ربنا يهدهولها. يلا يلا عشان نتغدى مع بعض، ده انا حتى عملتلك الاكل اللي انت بتحبيه يا ماما. اما عادل رجع البيت وكان مصدع من كتر اللف في الشوارع، وبصوت عالي قاعد ينادي على زينب مراته. يا زينب، انت يا زينب، يلا بسرعه اعملي لي كوبايه شاي. خرجت زينب من المطبخ وكانت على اخرها. شاي؟ اعمل لك شاي ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت بتجيب في البيت هنا شاي ولا سكر عشان اعمل لك شاي؟ ما تخلصي بقى يا وليه واعملي الشاي وانت ساكته. انا عارف ان انت رحت النهارده عند امك وجبت من هناك شيء وشويات وشمم كمان ريحه الاكل اللي انت عاملاه. يلا يلا بسرعه، انا هشرب الشاي لما تحضري الغدا. بذمتك انت عندك دم يا عادل؟ مستني الاكل اللي بجيبه من بيت اهلي؟ انت ايه يا اخي، مفيش دم للدرجه دي؟ ايوه انا راجل وسيد الرجاله، تحب اثبتلك؟ وغمز لها بعينيه. هو ده كل اللي في دماغك عن الرجوله يا عادل؟ حرام عليك يا اخي، ما تتقي الله فيا، ده انا شفت اللي محدش شافه. انا زهقت، شكلي بقى زي الزفت قدام امي وقدام مرات اخويا، كل شويه اروح اطلب منهم الحاجات كاني بطلب منهم الصدقه. يلا يلا بسرعه بس، يلا يلا احسن ما اتجوز واجيب لك هنا ست ستك. تتجوز؟ مش لما تبقى قادر تاكل بناتك الاول وبعدين يا اخويا تفكر تتجوز؟ انت اتعودت ان الستات هي اللي تصرف عليك ولا ايه؟ مفكر ان انت حلو وهتجيب واحده تانية تصرف عليك؟ زينب كانت فقدت اعصابها واتخانقت مع عادل خناقه كبيره قوي، اخدت بناتها وراحت على بيت اهلها. اما عادل كان فرحان قوي ان مشت وسابت البيت وقعد ياكل ولا همه اي حاجه. احسن وفرت انتوا والبنات، على الاقل اكل الحاجات اللي هنا لوحدي. زينب كانت قاعده في حضن مامتها وبتبكي.
اعمل ايه بس يا ماما؟ انا حرفيا ما بقتش قادرة اتحمل، مش طايقة اشوفه قدامي. انا عمري ما شفت واحد كده يبقى قاعد في البيت وعاوز مراته واهل مراته هما اللي يصرفوا عليه. ده حتى يا ماما لما بيشتغل بيبخل يديني المصروف من الفلوس اللي معاه. اعمل ايه بس يا بنتي؟ ايه رأيك لما خلى اخوك حازم يروح لدلوقتي يتكلم معاه؟ لازم يعرف ان انت عندك اخوات واقفين في ظهرك. هو فاكر ان انت مالكيش اهل؟ قومي يا حبيبتي نام واستريحي، وانا بكره هقول لاخوك يروح يشوف له صرفه مع الراجل ده. ماشي يا ماما، ربنا بس يعديها على خير. انا والله العظيم لولا البنات ما كنت قعدت معاه لحظه واحده. دخلت زينب في اوضه اهلها وكانت قاعده على السرير. طول الليل كانت بتحاول تنام لكن مش قادره. ما كانتش قادره تنام من كتر التفكير. كانت خايفه على مصيرها ومصير بناتها، واخيرا قدرت تتغلب على نفسها ونامت. تاني يوم حازم كان رايح الشغل ووالدته اتكلمت معاه. هي دي كل الحكايه يا حازم، جوز اختك زودها قوي، لازم تشوف لك حل مع الراجل ده. زينب جت بالليل وقعدت تعيط ونايمه ونفسيتها تعبانه قوي. حاضر يا ماما، هروح له النهارده بيته واتكلم معاه. ربنا بس يصبرني وما افقدش اعصابي، حكيماني على اخر من اللي اسمه عادل ده. فجأة التليفون بتاعه رن برقم غريب. يا ترى مين اللي بيتصل؟ لما فتح ما كانش مصدق نفسه. كان محمود اخوه اللي مسافر بره هو اللي بيتصل. ايه ده محمود؟ اخيرا يا ابني اتصلت، ده احنا كنا فقدنا الامل ان انت عايش اصلا، بقالك كام شهر ولا بتتصل ولا سائل. والدته اول ما عرفت ان محمود ابنها اللي بيتكلم فرحت قوي. هات يا ابني، هات اما اكلمه بسرعه، ده محمود وحشني قوي. بعد ما اخدت التليفون، ايوه يا محمود يا حبيبي، اعمل ايه يا قلب امك؟ طمنا عليك يا محمود. انا بخير يا امي، الشركه اللي انا شغال فيها ضغط شغل كتير قوي، وساعات كمان بنروح نشتغل في الصحراء، علشان كده الموبايل ما بيبقاش في شبكه. انا اسف قوي ان اتاخرت عليك الفتره اللي فاتت دي كلها وما اتصلتش عليكي. انا بس متصل بكم النهارده اقول لكم ان انا نازل بكره ان شاء الله، لو محتاجه اي حاجه اجيبها لك وانا جاي. لا يا حبيبي، انا مش عايزه اي حاجه من الدنيا غيرك انت، تيجي بالسلامه يا محمود. طيب يا ام حاضر. زينب اخت وولادها عاملين ايه؟ كالعاده يا حبيبي، ربنا يهون عليها، جوزها الزفت ده ما بتعدلش ابدا. كده برضه يا امي؟ يعني اللي اسمه عادل ده لسه ما اتعدلش؟ ماشي، لما نرجع نبقى نشوف الموضوع ده. ايوه يا ابني، مشاكل اختك مع عادل مش بتخلص، اختك صعبانه عليا قوي. خلاص يا ماما، اسيبك انا دلوقتي ولما اجي اشوف ايه حكايه عادل ده كمان. سلام بقى يا حبيبتي. قفل محمود وحازم اخوه راح الشغل. عادل كان قاعد قدام التلفزيون وبيشرب شاي ولا كأنه مزعل مراته. منى لما عرفت ان زينب جايه وغضبانه فرحت قوي. كانت واقفه قدام المرايه وقاعده بتحط روج. قبل ما تنزل شقتهم كانت بتكلم نفسها، انا بقى اعمل احسن ميك اب والبس عبايه شيك كده وغاليه عشان انزل اغيظها واحسسها ان هي اقل مني بكتير. وبالفعل منى جهزت نفسها وتشيكت ونزلت تحت عند حماتها على سنجة 10. منورانا يا زوزة. وبصت لحماتها، ما قلتليش يا ماما ايه رأيك في العباية الجديدة بتاعتي؟ حزومة روح قلبي جايبها لي هدية. حلو قوي يا بنتي، شكلها حلو عليكي، مبروكة. زينب اتأكدت ان منى بتعمل كل ده علشان تغيظها. سكتت. كانت بتقول لنفسها، لله الأمر من قبل ومن بعد. انت اللي عملت فيا كده يا عادل، خليت اللي يسوى واللي ما يسواش يبقى عاوز يضايق فيا. أما حازم اخوها خلص شغله وركب العربية بتاعته وراح على بيت عادل. أول ما وصل قدام باب الشقة قعد يخبط على الباب. عادل فتح الباب وهو مبتسم. أبو نسب، أهلا وسهلا يا أبو نسب، منورنا، إيه الزيارة الحلوة دي؟ كنت عاوزنا اتصل وأقولك إن أنا جاية ولا إيه يا عادل؟ هتجهز لي الغدا؟ أنا قلت يا حبيبي أعملها لك مفاجأة عشان أوفرلك، أصل أنا عارف إن أنت بتحب التوفير قوي. إيه يا عم حازم، هو أنت جاي تتخانق معايا ولا إيه؟ أعمل فيك اللي أنا عايزه، ما هو محدش هيلومني ولا هيقولي أنت بتعمل إيه مع جوز أختك. لما تبقى راجل وقد المسؤولية ما كنتش قلتلك حاجة، لكن أنت بقى لما جيت اتقدمت لأختي قلت إن أنت هتحطها في عينيك. ودلوقتي بتعمل إيه يا عادل؟ قاعد ومأنتخ في البيت وما بتشتغلش، وكمان مراتك هي اللي بتصرف عليك. أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، محدش لا عندي حاجة. أختك عندك ولو مش عاجبها عيشتي
خلاص تشوفي هي عايزة تعمل ايه ونعمله. اختي مش عايزة اي حاجة يا عادل غير ان انت تشتغل وتكفي بيتك وتبقى راجل قد المسؤولية، تتحمل مسؤولية بناتك وتصرف عليهم. حرام عليك يا اخي، ده انت عندك بنات زي القمر، معقولة هانوا عليك تبهدلهم بالشكل ده؟ انت معاك حق يا عادل، انا فعلا الفترة اللي فاتت دي قصرت معاهم. معاك حق. ايه رأيك بقى ان انا هاجي معاك دلوقتي اخدها هي والعيال وارجعهم؟ يا ريت يا عادل، يا ريت تلتزم وترجع فعلا تاخدها. اما زينب كانت قاعدة مع بناتها شوية ودخل حازم وعادل، وزينب اول ما شافتهم بصت لبناتها: ادخلوا جوه يا بنات، ادخلوا جوه. اول ما دخلوا بصت لعادل جوزها: ايه اللي جايبك هنا؟ انت ليك عين تجيلي بعد كل اللي بتعمله؟ حازم اخوها قرب منها: ممكن بس تهدي يا زينب وتتكلمي مع جوزك كويس؟ عادل جاي علشان يرجعك، ووعد ان هو هيغير من نفسه وهيبدأ يشتغل ويديك المصروف كل يوم. هيتظبط وهيصغير؟ بذمتك يا حازم انت مصدقه؟ هي دي يعني كانت اول مرة يوعدنا فيها؟ ما طول عمره بيوعد، ايه الجديد يعني؟ اللي زي ده لا يمكن يتغير ابدا. عادل قرب منها وبس راسها: حقك عليا يا زينب، اوعدك ان انا هشتغل وهكون مسؤول عنك وعن البنات، بس تديني فرصة تانية. ما نديتك فرص كتير قوي يا عادل، لكن انت اللي ما بتتغيرش. جربي يا ست المرة دي، اوعدك ان انا هتغير. قربت منها مامتها: اسمعي كلام جوزك يا بنتي، روحي معاه البيت. البنت برضو ملهاش الا بيت جوزها، ارجعي يا حبيبتي علشان خاطر ولادك. منى مرات اخوها بصت لها: ماما عندها حق يا زينب، ارجعي وان شاء الله جوزك يتغير ويصرف عليك وعلى بناتك. زينب سكتت خالص بعد ما سمعت كلام مامتها ومرات اخوها. انا هرجع بس علشان خاطر البنات، ويا ريت بقى يتغير بجد المرة دي. ورجعت زينب ومنى كانت مبسوطة قوي. اخيرا مشيت. يا ساتر يا رب، دي كانت عاملة زي اللزقة. ايوه، هتلاقي فين عيشة حلوة زي دي بتاكل وتشرب وتنام ببلاش؟ ما صدقت تغضب علشان تقعد هنا. ياه، اخيرا هاخد راحتي في بيتي بدل ما هي وعيالها كانوا خانقنا. مرت الايام وعادل فعلا كان بيشتغل، بس كأنه ما كانش بيشتغل خالص، برضه ما كانش بيصرف على البيت، ويوم ما يديها مصروف يديها مبلغ قليل قوي. وفي يوم كان قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على ماتش كاس العالم وقاعد ياكل فشار. دخلت عليه زينب: البنتين التوأم كبروا يا عادل، عاوزين ندخلهم حضانة. نعم، حضانة؟ حضانة ايه يا اختي في السن ده؟ بلا حضانة بلا كلام فارغ، شوية عيال وهياخدوهم يقعدوا يلعبوا معاهم، ابقوا هاتلهم كام لعبة هنا في البيت يلعبوا، بلا حضانة بلا بتاع. طيب مش هتسيب لي بقى مصاريف بيت النهاردة؟ اوعى تقول لي خد 10 جنيه. 10 جنيه ايه بس يا زينبو؟ لا يا حبيبتي، انا بقى النهاردة هبقشش عليك وهديك 20 جنيه مرة واحدة. شفت بقى انا مدلعك ازاي وخير عليك انت والبنات؟ ايوه، ده انت مدلعنا قوي، هو في زي الدلع بتاعك؟ مش عادل وبدأت زينب تهتم بشغل البيت. رنت عليها مامتها: طمنينا عليك يا زينب يا بنتي، كويسة انت وعادل؟ ايوه يا ماما بخير. يا رب دايما يا بنتي. بقولك ايه، الست ام كريم جارتنا عزماك على فرح بنتها ندى، وبقى تعالي غيري جو انت وبناتك. حاضر يا ماما. بعد ما قفلت معاها راحت عند الدولاب وقعدت تبص فيه: يا ربي، هروح الفرح ازاي وانا اصلا ما عنديش اي حاجة تنفع البسها في الفرح ده حتى البنات ما عندهمش ملابس جديدة. تولنا من عندك يا رب، منك لله يا عادل، دايما مقصر رقبتي كده في وسط الناس. بعد ساعات رجع عادل وكان متعصب وكان قاعد يزعق: انا قرفت من الشغل وقلة القيمة. ايه يا عادل لحق؟ ده انت يدوبك بتشتغل بقالك كام يوم، ايه الشغل مزعلك في ايه يا سيدي؟ انا اصلا سبته يا ستي عشان تستريحي، ومش هشتغل تاني واللي عندك اعمليه. ما انا اصلا قلت ان عمرك ما هتتغير، لكن اهل اللي ما صدقوش. ربنا يتولاني انا وبناتي. تعرف يا عادل، انا هعتبر ان انت خلاص البقاء لله مش موجود في الدنيا، او مثلا واحد عايش معايا وانا بعطف عليه، وربنا يجازيني خير بقى على اللي هعمله. انا بقى هشوف مصلحتي انا وبناتي وهسيبنا منك خالص. عادل قال لها عادي، مفيش عنده مشكلة، كان عايش معاه في البيت في حالة لا مبالاة، ومش فارق معاه ان زينب هي اللي بتشتغل وبتوجع في قلبها
علشان تصرف على نفسها وعلى بناتها. قررت إن هي ما تطلبش فلوس من مامتها تاني. عملت اللي محدش كان يتوقعه. في يوم عادل كان قاعد قدام التلفزيون وبيضحك. دخلت زينب عليه ومعاها 2 رجالة. ايه ده؟ انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ مفيش حاجة يا عادل، 2 جايين يشتروا الانتريه بتاعنا. اصل انا هبيعه، محتاجة فلوس عشان اصرف على البنات. ايه؟ نعم، هيشتروا الانتريه اللي انا قاعد ومرحرح عليه ده؟ ايوه، عشان بعد كده يا حبيبي ما تلاقيش حاجة تقعد عليها وترحرح. وبعدين مثلا هنتظر لما يحصل لي حاجة انا وبناتي من قلة الاكل، وبعدين انا هبيعه وهتصرف في ثمنه، وبعدين انت يا اخويا تصرف لك بقى واقعد على اي حاجة، انت حر. وبالفعل زينب باعت الانتريه علشان تأكل بناتها. كانت حزينة أوي للحل اللي وصلت له، بس ما كانش في ايديها اي حاجة تانية تعملها. ما هي كمان ما كانتش عايزة تطلب من اهلها تاني. وفي يوم زينب اتصلت بواحدة صاحبتها اسمها ليلى. بقولك ايه يا ليلى يا حبيبتي، انا كنت عايزاك في موضوع مهم، كنت محتاجة منك مساعدة ضروري. ايوه طبعا يا زينب، انا تحت امرك. مساعدة ايه؟ بصراحة كده انا مفلسة ومفيش معايا فلوس. كل اللي حيلتي شوية فلوس كده بعت بهم الانتريه اللي في البيت. انا لازم اشتغل، البنات محتاجين مصاريف كتيرة قوي، كل شوية كشف ومدارس وحضانات، وابوهم مكبر دماغه. انا جبت اخر من الراجل ده، انا مش هقعد ابص للناس واتفرج على بناتي. ارجوكي ممكن تشوفوا لي شغل في المصنع اللي انت شغالة فيه، ان شاء الله حتى اغسل الحمامات او حتى امسح الارضيات، اي حاجة تجيب فلوس. لا حول ولا قوة الا بالله، معقولة يا زينب وصلت بيك للدرجة دي؟ خلاص يا حبيبتي، هشوف لك شغل وارد عليك في اقرب وقت. ما تحرمش منك يا ليلى. وبعدها قفلت معاها وقعدت تعيط. كان صعبان عليها نفسها قوي، حست ان هي تعبانة. مش وقت ان انت تتعبي دلوقتي يا زينب، احسن حاجة تاخد مسكن علشان تعرفي توقفي على رجليكي. بناتك ملهمش دلوقتي غيرك. من الوقت ده زينب قررت تكون مع نفسها، وهبت حياتها لبناتها وبس. اما في بيت اخو زينب، منى كانت مبتسمة. اخص عليك يا حازم، انت هتديني 1000 جنيه وبس؟ معقولة؟ انا هجيب فستان ب1000 جنيه؟ الجيران هتقول عليا ايه؟ هتقول ان انت بقيت بخيل زي جوز اختك وجيب لي حتة فستان ب1000 جنيه؟ يا بنتي ده انت هتجيبوا فستان واحد بس، وبعدين يا ستي العيال عندهم ملابس جديدة هيروحوا بقى الفرح. انت بقى ال1000 جنيه ده هتبقوا فستان لك لوحدك. ماشي يا حبيبي، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا زومي. انا هروح بقى اشتري الفستان عشان ابقى برنسيسة كده في الفرح. ماشي، مع ان ضد ان انت تلبسي سواريه في الفرح، بس هقول ايه؟ ماشي يا ست، البسي اللي انت عايزاه. محمود ووالدته كانوا قاعدين مع بعض. خد يا ماما الفلوس دي خليها معاكي، ولا اقولك انا هشيلهم احسن عند منى مرات اخويا. احسن يعني ممكن تديهم لزينب ولا حاجة وتقول ان هي محتاجة ومسكينة، وزينب تيجي تضحك عليك بالاسطوانة بتاعتها. في الوقت ده زينب كانت رايحة عند بيت اهلها. كانت واقفة عند باب الشقة وسمعت الكلام اللي محمود اخوها قاله عنها. دخلت وهي بتقول لمحمود: ربنا ما يحوجني لحد يا محمود يا اخويا. اخص عليك، بتقول عليا انا كده؟ بقى انا باجي اتمسكن لماما؟ امال لو ما كنتش عارف ظروفي. محمود وقف وكان مكسوف من نفسه قوي. حاول يصلح غلطته لكن من غير اي فايدة. زينب كانت بتبكي ومقهورة على نفسها. مسحت دموعها. ما تعتذرش يا محمود، حصل خير. خرج محمود وزينب قعدت مع مامتها. قررت ان هي تكتفي بكلمة الحمد لله، وقالت لمامتها ان هي كويسة قوي وما طلبتش منها اي حاجة. وقررت مع نفسها ان مش هتحكي لأي حد تاني عن معاناتها ومشكلتها. وقررت ان هي تقف جنب نفسها وجنب بناتها من غير ما تحتاج حتى الأقرب الناس ليها. وهي قاعدة مع مامتها وبتكلموا، نزل اخوها حازم. اهلا يا ست زينب، انت بقى جايه تقعدي مع ماما شويه ولا جايه تاخدلك منها شويه فلوس؟ كمان عرفت ان جوزك عادل ساب الشغل. لا يا حازم، انا ما طلبتش من ماما اي فلوس، انا يا سيدي معايا ومش محتاجه لحد. امه اتعصبت قوي. حازم، ايه الكلام اللي بتقوله لاختك ده؟ عيب قوي يا ابني. عيب ايه بس يا ماما؟ هي عادل بتتكسف لا هي ولا جوزها؟ هم خلوا حاجه اسمها عيب؟ المفروض الواحده لما تتجوز بتبقى مسؤوله من جوزها، ولا احنا بقى هنصرف عليها كمان من بعد ما اتجوزت؟ اسمعي يا ماما، لو اديت جنيه لزينب مره تانية انا لازم اخد قصاده 2،
وكفايه بقى اسكت لغايه كده. احنا سكتنا كتير لكن مفيش اي فايده. قلنا يمكن تشتغل ولا يبقى عندها دم هي ولا جوزها، لكن كل شويه تيجي وتطلب. مشي حازم وزينب انهارت من العياط. مامتها حضنتها. اهدي يا قلب ماما، اخوكي بس بيقول الكلام ده لانه خايف عليكي، قصده يعني يا حبيبتي. خلاص يا ماما ما تبرريش، انا عرفت اخواتي بيفكروا فيا ازاي دلوقتي. انا كويسه الحمد لله، ما تقلقيش عليا. نزلت منى من فوق وهي بتغني. ايه ده زينب؟ ازيك يا زينب؟ كويس قوي. ايه رايك بقى ان انا خارجه دلوقتي اشتري فستان جديد عشان الفرح بتاع جيراننا؟ ما تيجي معايا نختاره مع بعض؟ انا عارفه ان انت ذوقك حلو، وبالمره تجيبلك انت كمان كام حاجه. ولا انت مفيش معاكي فلوس؟ لو مش معاكي انا عندي فستان قديم ممكن تاخديه تحضري بالفرح. متشكره قوي يا منى يا مرات اخويا. ماما انا ماشي، انا مش عايزه اجي البيت ده تاني. انا هاجي بس علشان اشوفك، ويا ريت ما اشوفش اي حد تاني هنا. استني بس يا زينب يا بنتي، استني ما تاخديش على كلامها. اخص عليك يا منى، ده كلام تقولي البنت برضه. مشيت زينب وطول الطريق كانت بتبكي، ما كانتش شايفه قدامها من كتر العياط. اول ما رجعت البيت لقيت عادل قاعد قدام التلفزيون وبيضحك، وده عصبها جدا لانه ما كانش همه اي حاجه. اتخانقت معاه كالعاده لكن هو ما بيحسش، كان قاعد بيبص لها. ايه ده؟ مش انت قلت ان انت رايحه عند امك؟ راجعه يعني وايديك فاضيه؟ هو انت مش بنتهم ولا ايه؟ الناس دول ملزمين بيكي، المفروض يدوكوا كتير قوي وانت راجعه، لكن ترجعي بايديك فاضيه كده؟ اللي حصل ده ما ينفعش. ايوه يا عادل راجع بايدي فاضيه، بس قلبي مليان، قلبي مليان بالقهر والذل والوجع والجرح من القريب قبل الغريب. الناس بسببك بقت تبصلي بنظرات شفقه. حرام عليك يا اخي، ده انا ما خليتش حاجه الا ما عملتها. بعت دهب وعفش البيت، ما بقاش حالتنا اي حاجه غير الزفت التلفزيون اللي انت قاعد ليل ونهار قدامه. ولولا العيال كنت بعته هو كمان، قاعد طول الليل تتفرج عليه. انا بجد تعبت وجبت اخري. رد عليها بكل برود. بقولك ايه يا روحي، ما تروح تعمل لنا كوبايتين شاي وتبطل النواح بتاعك ده. بقولك البيت فاضي يا اخي، ما فيهوش اي حاجه. ايه البرود اللي انت فيه ده؟ انا حاسه ان هيحصل لي حاجه قريب بسبب عمايلك، ما ترحمني بقى. مرت الايام وفي يوم زينب قامت الفجر، قررت ان هي تاخد بناتها وتمشي. صحى عادل يدور عليها الصبح، ما لقاش لها اي اثر، ولقى كمان ملابسها مش موجوده. راح لمامتها وسأل عنها. وديت بنتي فين يا عادل؟ البنت طفشت بسبب عمايلك، لو بنت حصل لها حاجه انا مش هسيبك، فاهم ولا لا؟ مش عادل ومامتها كانت بتبكي وقلقانه عليها قوي. روح يا محمود دور على اختك، ندى على اخوك حازم، دوروا انتوا الاتنين وشوفوا لاختكم راحت فين. ايه بس يا ماما، هي يعني زينب كانت عيله؟ وبعدين انا مالي، ما الغاب حجته معاها. وبعدين ده كان اختيارها، مش هي اللي اختارت تتجوز الجوازه المنيله دي، يبقى تتحمل. يا ابني هو في انسان عاقل بيختار الوجع لنفسه؟ اكيد ما كانتش عاوزه تختار واحد زي ده، كانت فاكراه واحد محترم، لكن طلع للاسف ما عندوش شخصيه ولا بيشتغل، واحد عديم المسؤوليه. بقولك ايه يا ماما، انا مش فاضي وعندي شغل، مش فاضي بقى المشاكل زينب. جه حازم وقالت له نفس الكلام. ما تصدعينيش يا ماما، هو انتوا كل شويه زينب زينب زينب؟ انا مش هقدر اشيل كل ده على قلبي، انا يا دوبك عليا مراتي وولادي، كل واحد يشيل شيلته. الكل باعها وتخلى عنها، ما بقتش تهم اي حد، بس ربنا بيجبر الخواطر. ليلى صاحبتها كانت واقفه جنبها. بقولك ايه يا زينب، انت هتعتبر شقتي هي شقتك، وماما يا ست هتبقى امك، عيالك دول هشيلهم فوق راسي. اصيله يا ليلى ما تحرمش منك ابدا، انا مش هتقل عليكي، انا هشتغل واول الشهر هدور على شقه اجار اقعد فيها. عيب يا بنتي ما تقوليش كده، يلا بقى علشان ناكل انا وانت والاولاد، انت من ساعه ما جيتوا ما اكلتوش اي حاجه، وما تنسيش ان احنا بكره عندنا شغل مهم. ما تزعليش يعني يا زينب، عشان هتشتغلي في الاول عامله نظافه لغايه ما تثبتي مجهودك، ان شاء الله كلم صاحب الشركه ينقلك في الشغل تاني. الحمد لله يا ستي، هو يعني حد لاقي؟ المهم يكون معايا فلوس اقدر اصرف على نفسي وعلى بناتي، ومحتاجش لاي حد، مش مهم ان شاء الله حتى افحت في الصخر. بدأ كل واحد يشق طريقه مع نفسه. عادل حاول يتغير وبيدور على شغل مع صاحبه ايمن.
ادي اخرة البخل والاستهتار اللي كنت فيها يا عادل. دي انت خسرت ست ب100 راجل. الست اللي وقفت جنبك وكمان ما قدرتهاش خسرتها وخسرت بناتك. ادعي لي بس ان اشوفهم قريب يا ايمن. انا مش عارف زينب اختفت وراحت فين. انا قلبي وجعني عليها قوي، خايفه يكون حصل لها حاجه. ربنا يجمعك بهم على خير وتعرف قيمتها وتتعدل بقى. مرت الايام والشهور ومر على فراقهم سنه تقريبا. السنه دي محدش من اهل زينب قدر يعرف عنها اي حاجه. اجرت شقه وعاشت فيها مع بناتها ودخلتهم حضانه وكانت عايشه معاهم احسن عيشه، لانها ما كانتش بتمد ايدها لاي حد. كانت راضيه بحياتها رغم كل الذل اللي اتعرضت ليه، لكن قدرت تقف على رجلها من تاني. وفي يوم عرفت ان والدتها تعبانه قوي. ليلى صاحبتها قالت لها ان مامتها توفت. اهدي بقى يا زينب، مامتك الله يرحمها كانت بتحبك قوي، ما تعذبهاش بعياطك ده. بقولك ايه يا ليلى، خلي بالك من ولادي. انا هروح احضر العزاء والدفن وارجع على طول. انا زعلانه قوي، زعلانه ان ماما توفت من غير ما اشوفها. ايه رايك اجي معاكي؟ ما ينفعش اسيبك في حالتك دي. لا خليك انت مع البنات، انا كويسه ما تقلقيش عليا. مشيت زينب وفي طريقها لبيت اهلها. طول الطريق كانت بتفكر في والدتها وقد ايه كانت واقفه معاها، محدش غيرها كان بيحس بيها وبوجعها. راحت قعدت في العزاء زيها زي اي حد غريب، ما كلمتش اي حد، حتى اخواتها الرجاله ما فكرتش حتى تكلمهم نص كلمه. بعد ما العزاء خلص راحت وقفت عند قبر مامتها، كانت بتبكي. لقت ايد بتطبطب عليها. اول ما لفت وشها لقت محمود اخوها، ومن الناحيه التانيه كانت ايد بتواسيها، كانت ايد حازم. هات عيالك يا زينب وتعالي بيت ابوكي، بيت ابوكي اولى بيكي. محمود قال لها وانا معاكي ومش هسيبك، دي وصيه ماما الله يرحمها، طول الوقت كانت بتفكر فيكي. شالت ايديهم. انتوا كنتوا فين من زمان؟ كنت فين وانا بنهار وبموت قدامكم بالبطيء؟ دلوقتي جايين تقفوا جنبي؟ متشكره قوي. انا مش عايزه اي حد منكم، مش عايزه اي حد يقف جنبي. وجدعنتكم بقى اللي انتوا جايين تزوروها دي يا ريت تخلوها لحد محتاج. ماما الله يرحمها كانت دايما بتدعيلي، دعواتها بقى هي اللي وقفت جنبي، وربنا ما حوجنيش لاي حد، والحمد لله اشتغلت وراضيه قوي بالعيشه اللي انا عايشاها دلوقتي. سابتهم ومشيت، وهي في الطريق سمعت صوت بينادي عليها. كان عادل جوزها بيجري وراها. استني يا زينب، استني. وقفت وربعت ايديها. خير يا عادل، عايز ايه؟ عايزك انت والبنات. انا اتغيرت وبقيت بشتغل، بقى معايا فلوس دلوقتي واقدر اصرف عليكم. انا بقيت واحد تاني وهتحمل مسؤوليتكم. كويس قوي يا عادل ان انت قدرت تتغير، بس دلوقتي عايزه اقولك اتجوز واحده تانية يا اخويا، وعيالك حقك تشوفهم في اي وقت، لكن انا بقى خلاص مش عايزاك. وعلى فكره انا رفعت عليك قضيه خلع من فتره، وان شاء الله هكسبها، لان ما بقتش محتاجه اي حاجه من الدنيا غير ان اعيش مرتاحه وبس في وسط بناتي. بس انا يا زينب بحبك. انت اذيتني كتير قوي يا عادل، اللي بيحب ما بيقدرش يأذي اللي بيحبه. كفايه بقى اول لغايه كده، اللي عندي قلتهولك، سلام. مشيت زينب ووصلت لبيتها، اخدت بناتها في حضنهم وقالت جمله اخيره: يا رب ما تحوجش غليك انت وبس يا رب. فعلا الحوجه وحشه قوي وبتذل صاحبها، ولازم دايما ندعي ربنا ان ما يحوجناش لغيره. عاشت زينب وسط بناتها واكتفت بيهم. يا ترى قرارها كان صح ولا غلط؟ اللي زي زينب المفروض كانت تتصرف ازاي؟ تعيش لوحدها مع بناتها وترعاهم لوحدها، ولا ترجع لجوزها تاني والبنات يتربوا تربية سوية ما بين الأم والأب؟ واللي زي عادل ده تفتكروا انه ممكن يتغير في يوم من الأيام؟ أتمنى أشوف آرائكم في التعليقات. ودي كانت نهاية قصة النهاردة. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة إن شاء الله.